اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل ويا مساء الورد عليكم جميعا حبايبي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. طبعا النهارده الفيديو بتاعنا فيديو بسيط وجميل وخفيف وظريف زيكم كده. طبعا عايزاكم اول حاجه كده دعوه حلوه من قلوبكم ليا ولابني ولاولادي جميعا وللمسلمين جميعا، واللايك الحلو كده. تمام، كملوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. اول حاجه عملناها كده طبعا حبايبي جهزنا ايه خلطه المحشي المتينه اللي انتم متعودين. دخلنا بقى على التجهيز. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله. طبعا زي ما انتم شايفين بتعمل ايه؟ محشي. بعمل محشي النهارده بقى قلنا نعمل حبه محشي حلوين كده، محشي كوسه وباذنجان وفلفل. وعملنا امبارح بالليل حبه محشي كرنب في حله كده، مش كتير ماشي. فانتوا عارفين ان انا ايه، عندي طفل صغير كده تعبان عامل عمليه، فدعواتكم ليه بالشفاء وليا ولجميع المسلمين جميعا. فاللهم صل على النبي. قلنا ايه، كنت بجهز بقى بالليل يا حبايبي. انتوا عارفين ان يعني العيل الصغير ده لما بيعيط وصاحي ببقى عايز حد ايه يفضل شايل. وبعد انا مالك طول النهار بقى ايه زن وعايط، وانتوا عارفين بقى اللي هو فيه، فمش برضه يعني ايه يفضل على الارض كده، عايز يفضل حد شايل. فقلت اخلص اللي ورايا كده على بيات، اعمل شويه المحشي لان المحشي بياخد وقت وكده. فقلت اعمل ايه المحشي كده على بيات. بس بصراحه سبت الكوسه لسه هحشيها النهارده مش حشيتها امبارح. ليه؟ قلت علشان خاطر يعني الرز بتاعها ايه ما يبشننش كده يا حبايبي في الايه في التلاجة. انا كنت اعمله صبح، اما الكرنب بياخد وقت. تمام، انا كنت مجوره بالليل وخلصت. اما قلت الحشيه ايه هيتحشي على طول، مش هياخد وقت مني يعني النهارده الكوسه والبتنجان. اما الكرنب بياخد وقت، فعشان كده حشيته امبارح وظبطت الدنيا كده. وطلعت بقى ايه قطايه حلوه كده لهم النهارده، هعملها لهم مع المحشي الحلو ده. تمام، ونهيصهم النهارده يا حبايبي. وهنعمل لهم حمام وبط. ايه رايكم؟ عشان خاطر ابو ملك نعمل له حمام النهارده ونظبطه كده، ونعمل له ايه ده كربط حلو كده او بطايه حلوه زي ما تقولوا يعني عليها بقى. تمام، وشويه المحشي الحلوين كده على جدنا يا حبايبي، لان انا طول الاسبوع مش عارفه اعمل اي حاجه والله من ملك. فقلت النهارده الجمعه والكل ملموم، ففرصه ليا النهارده بقى. ملوكه تشيله شويه، ابوه يشيله شويه كده يعني، على ما انا ايه اعمل شويه المحشي النهارده يا حبايبي. فحبكم في الله، دوسوا اللايك، تابعوا الفيديوهات حلوه والله. يعني هي فيديوهات بسيطه اساسا، يعني ما بطولش فيها ماشي. عارفين الظروف اللي انا فيها وكده، فما يعني ايه الفيديو مش بيطول جو. فدعواتكم لينا وبحبكم في الله، دوسوا اللايك، تابعوا الفيديو. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين البطايه الحلوه بتاعتنا. تمام، قلبناها كده ايه عشان تستوي حلو. تمام، شايفين الشوربه بتاعتنا ما شاء الله رايقه وحلوه زي العسل اهي. هناخد بقى من الشوربه دي نحط هنا على الايه المحشي الحلو ده. نحط برده شويه صلصه على الوش كده. تمام، راعي مالك شويه. تعمل ايه يا محمد هتخش تغسل ولا شيل شويه يا مخلص. زي ما انت شفت معايا كده، انا بقى بحط الايه الجعد بتاع المحشي اللي عند نص المحشيه وهي نايمه كده في الصينيه، زي ما بحط نص المحشيه وهي واقفه برده في الحله على البوتاجاز. يعني انت لو هتسويه في الفرن او في البوتاجاز بتحطي ايه نص المحشيه يا حبايبي، سواء نايمه او واقفه، شوربه او كده علشان خاطر تستوي معاكي. بتعلي عليها النار في الاول، اول ما بتغلي بتهدي عليها النار وتسيبها بقى مع نفسها كده لعند ما ايه تستوي خالص. تمام، بعد كده بنحط شويه صلصه على الوش كده حلوين، وعشان تدينا اللون الحلو كده، وشويه زيت برده حلوين كده عشان تتحمر معانا. تمام، وبعد كده بندخلها امبارح زي ما انتم شايفين كده. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. هناخد برده من الشوربه دي ونحط كده على الايه على المحشي. بسم الله. هحط هنا برضو المرجه بتاعتي او الشوربه زي ما انتم شايفين كده على الايه محشي الكرنب بتاعي كده برضو لعند اول محشيه كده. نغطي المحشيه اللي فوق كده يا دوبك، مش بتبقى متغطيه كلها، وبنسيبها بقى كده معاكي. لو انت عايزه طري شويه بتزودي ايه نص كرنيب كده. تمام، بعد كده بنعمل الحشوه بتاعتنا بصله حلوه نتبلها عليها جرن شطه او فلفل، وبنجيب الكبده بتاعتنا بنقطعها كده، ودي حشوه بقى الكبده او الفراخ او الحاجات الحلوه اللي انتوا ايه عايزين تحشوها. تمام، انا هحشي النهارده الحمام بنفس الحشوه اللي انتوا شايفينها دي،
وبحط كميه الرز بتاعتي على قد كل حمامه كده، باخد كبشه في ايدي كده على قد كفه ايدي كده وبحطها تمام، عشان ما يفوتش معايا رز كتير او بتجللي شويه. ممكن تعملي الفريك كذلك برضو. وزي ما انتم شايفين انا حشيت الحمام بعد ما عملت الحشوه بتاعتي وسويتها. بسويها كده عادي وبحطها بقى ايه في الحمام كده، بحشي الصدر من جوه وبحشي برضو بقى بين الجلد واللحم كده، وبعد كده بلفه في الفويل. او ممكن لو انت ضامنه ان الحمام مش هيتفجر معاكي بتحطيه من غير فويل خالص وبتحطيه في الشوربه. بس اهم حاجه ما تغطيش الحله يعني كويس جدا، لا بتسيبيها مفرجه تمام. يعني بنسيب غطا الحله مفارج علشان خاطر الحمام بتاعنا ما يتفجرش. البطه بتاعتنا الحلوه كانت بدات طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين معايا كده. انا طبعا هشيل السلوفان اهو عشان نبقى واضحين مع مع بعض. شايفين كل الميه اللي كانت هنا طبعا اتشربت كده وخلاص نشفت، والمحشي بتاعنا خلاص استوى زي ما انتم شايفين. فانا بقى كشفت عنه كده علشان خاطر ان هو ينشف من فوق ومن تحت كمان ويتحمر وياخد لون من فوق ومن تحت تمام. بعد كده نطلعه بقى تمام. شايفين المحشي يعني هو خلاص يعني ما شاء الله. لو غزينا السكينه كده او المعلقه هتلاقوه خلاص استوى اهو، بس انا مش عايزه اهري فيه تمام. كده خلاص استوى. ماشي يا حبايبي، نسيبه بقى يتحمر مع نفسه كده. طبعا خلاص كده السلوفان ده هنشيله. وده المحشي بتاعنا خلاص بتردد يعني نشف من الميه بتاعته والشوربه بيستوي كده يا حبايبي تمام. وده الحمام بتاعنا شايفين الغطا بتاعه موارب، يعني احنا مش بنغطي عليه غطا كامل، بنسيبه كده لما يغلي ويستوي مع نفسه على نار هاديه يا حبايبي تمام. طب ده ايه سوسن؟ ده رز حشوه كان باجي مني من الحمام وسويته اهو. شايفين ما شاء الله كله كبده وجميل وبيبقى طعمه حلو خالص في الاكل. طبعا بقى ايه اللي كنت ببخر بقى كده، وده كان ساعه الجمعه على فكره. الفيديو ده كان امبارح. واللهم صل على سيدنا محمد. قلت ابخر كده الشقه، والاستاذ مالك كان ايه ربنا هديك كده ونايم شويه، يعني كان الوقت ده الوحيد اللي ايه سكت كده. حطينا له التليفون، يعني هو طول النهار احنا شايلينه مش عايز ينزل على الارض خالص ليل ونهار، فقلت ابخره كده تمام. وابخر الشقه كده واعطرها واظبطها كده على ما ايه الاولاد يرجعوا من الصلاه كده بالف هنا والف شفا وييجوا بقى يتغدوا. كان معايا البط بتاعي اللي بيتحمر كده والحمام زي ما انتم شايفين. كنت بجهز بقى الغدا خلاص كده، يعني خلاص خلصنا الغدا. بسجل كده وبغرف علشان خاطر لقيت خالة ابو ملك كانت ايه اجت على فجأة كده هي وابن ابنها، وقلنا بقى ايه نغديهم معانا النهارده وبألف هنا والف شفا. وجهزنا سفرتنا الحلوه، محشي الحلو بتاعنا اتظبط زي ما انتم شايفين كده، وظبطت الاطباق وشويه مخلل حلوين. بصوا ملوكه فرشت بقى ايه السفره بره، وحولنا الاكل كده بالف هنا والف شفا يا حبايبي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. تنسوا اللايك. ايه رايكم بقى في الحمام بتاعنا؟ اللي ما عملش الحمام يعمله بالطريقه الحلوه دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بحبكم في الله، مش تنسوا لنا دعوه حلوه من قلوبكم، وربنا يخليكم لينا يا رب العالمين، ما يحرمناش منكم ابدا ابدا. بحبكم في الله. السلام عليكم.